وما عندهمش برضو فضول يعرفوا سهام اتخطبت وهي شكلها مش حلو وخطيبها احلى منها. ريهام اللي ساكنه في الدور الرابع قريبه حسن اتجوزت عاطف ولا لسه. هيقعدوا يسمعوكي، ده لو هنفترض يعني ان هم هيسمعوا، مش هيقعدوا بقى يلتوا ويعجنوا ويتكلموا عليها وتنموا لا خالص. احنا يا جماعه عندنا عدم سلكان. هتبدا كده ان هي تسالك من تحت لتحت، وفي ولاد مش صريحه، ده كده كده يا حبيبه قلبي. هو ما عندوش وقت يفك شفرات، يعني انت ممكن فعلا لما تقولي ما فيش يسكت. الولاد دول عليهم حاجات احنا محتاجين كبنات ان احنا نتعلمها منهم. طبعا انتوا متفاجئين بس دي حقيقه، احنا فعلا محتاجين كبنات نتعلم حاجات من الولاد. الفيديو ده الولاد هتحبه قوي بالمناسبه، حبوني قوي بعدها. اول حاجه احنا بجد محتاجين ان احنا نتعلمها من الولاد يا جماعه، انه الولاد ما بتحبش اللت والعجن والنميمه. من حضرتك هو بجد ما عندوش طاقه يعرف ريهام اللي ساكنه في الدور الرابع قريبه حسن اتجوزت عاطف ولا لسه. ما عندهمش برضو فضول يعرفوا ريهام اتخطبت وهي شكلها مش حلو وخطيبها احلى منها، وبجد ما عندهمش الفضول ده. اما بقى هتيجي تحكي لهم على حاجه معينه مضايقاكي، انت فاكره بقى ان هم ينموا على البنت ويقولوا عنها كلام ودي كذا ودي كذا ودي كذا، ده انا سمعتها من كام يوم وهي بتقول كذا وشفتها وهي بتعمل كذا. لا خالص، هيسمعوا منك الكلام وعندهم حل لمشكلتك، هيبداوا ان هم يقولوا لك الحل ده خلاص هيقعدوا يسمعوكي. لو هنفترض يعني ان هم هيسمعوا يقولوا لك مشكلتك وخلاص نقطه، يقعدوا بقى يلتوا ويعجنوا ويتكلموا عليها وتنموا. بجد دي نقطه تحفه، واحنا كلنا كبنات ان احنا فعلا نتعلمها. طبعا لكل قاعده ليها استثناءات، الولاد مش بتعمل كده، بس اغلب الولاد مش بتحب النميمه وما عندهاش اصلا طاقه لده ولا فضول حتى. تاني نقطه ان الولاد يا جماعه دغري، ما بتحبش اللف ودوران، ما بتحبش عدم السلكان، ما بتحبش لا خالص. بجد يمكن دي احلى حاجه فيهم فعلا، ان هما بجد برضو ما عندهمش طاقه ان هما يقعدوا يلفوا ويدوروا، ولو في حاجه عاوز يقولها لك هيقولها لك، مش هيقعد بقى يعمل لك الاعيب وخطط. هما اصلا ما بيخططوش في الاخر، يعني احنا بس كبنات بنخطط، نقعد بقى نعمل خطه ومش عارفه ايه خالص. ما عندهمش برضو كده عدم السلكان اللي عندنا. احنا يا جماعه عندنا عدم سلكان يا لهوي. طبعا في ولاد مش سالكه، ده كده كده، وفي ولاد مش صريحه، ده كده كده، بس بجد يعني الاغلبيه العظمى اللي انا قابلتهم كده على طول هم ما عندهمش وقت يضيعوه اصلا، وسالكين. تالت حاجه بقى برضو محتاجين نتعلمها من الولاد، انا متضايقه، انت لو كنت مهتم كنت عرفت. لا يا حبيبه قلبي، هو ما عندوش وقت يفك شفرات. جو بقى ان انا اتضايق واعمل نفسي مقموصه عشان هو ياخد باله، وابدا ان انا لمح له ويجي يسالني مالك، اقول له لا ما فيش، وبعدين اقول له ما انت لو كنت مهتم كنت عرفت. الجو ده مش جوهم خالص. الالعاب بقى والتلميحات والحاجات دي هم اصلا ممكن ما ياخدوش بالهم منها. فبجد انت لو معتمده ان هو لما يشوف الحاجات دي هيبدا بقى ان هو يشوفك مالك وكده. برضو في ناس بتعمل كده، بس الاغلبيه العظمى مش بيعملوا كده. ما لو متضايقين هيقولوا على طول ان هم متضايقين. فجو بقى ان انت تبيني له ان انت متضايقه، يجي يسالك تقولي له لا ما فيش، وانت لو مهتم كنت عرفت. لا، هو مش هيقعد اصلا يفكر ممكن تكوني متضايقه ليه لو انت مش عاوزه تقولي. يعني انت ممكن فعلا لما تقولي ما فيش يسكت، لان هم بجد الحياه عندهم ابسط من كده، ودي حاجه مهمه جدا محتاجين ان احنا بجد نتعلمها منهم حقيقي. يعني انا نفسي كبنت بتخنق لما اجي اسال واحده صاحبتي مالك تقولي لا ما فيش. تمام كنت عرفتي احسن في ايه يا حبيبتي. هما بجد عاوزين لو انت متضايقه من حاجه تيجي تقولي على طول. دي نقطه مهمه جدا احنا محتاجين ان احنا نتعلمها منهم. دي كل النقط اللي جت في دماغي. لو انتوا عندكم نقط تانية كبنات شايفين ان احنا المفروض نتعلمها من الولاد يا ريت تضيفوها. مش بقى الولاد هنا تقولوا لي رايكم في الفيديو وتقولوا لي ايه الحاجات دي فعلا موجوده فيكم ولا لا، تكتبوا لي لو في حاجات تانية شايفين ان احنا كبنات محتاجين ان احنا نتعلمها منكم. الفيديو الجاي هعمله حاجات مفروض الولاد تتعلمها من البنات. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، هتلاقوا اللينكات دي كلها في صندوق الوصف تحت. متنسوش تختاروا ان انتوا تحبوا بعض.